حلفت يمين طلاق. كانت والدتي المدام حامل يعني. ايوه نعم. فقلت لها لو الولد جه ولد عليها الطلاق باللفظ لا اسميه سفيان. تمام. واخد بال سعادتك. فانا الولد لسه ما اتولدش لغايه دلوقتي. انت عارف ان هو ده معلق على شرط ولم ينجز لغايه دلوقتي. ان هو اللي ما ولدتش لسه. تمام. هل ليها الرجوع في اليمين وكفاره ولا ملهاش كفاره؟ انت قلت لها ايه؟ على الطلاق لسميه سفيان؟ اه. طب وانت مش عايز تسميه سفيان ليه؟ انا نفسي اسميه بس انت عارف العيله كلها واقفه في وشي. انا نفسي اسميه على سفيان الثوري وكده. العيله كلها مش عايزاك تسمي سفيان؟ يعني عايشين في افلام ابو جهل والحلم دي. طيب بارك الله فيك. الحقيقه بالنسبه لشراء المكتب او المكتب اللي قال عليه الاستاذ محمد من مرسى مطروح، النص عندنا بيقول المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، وما دام اشترطت شروط، وما دام اشترطنا شروطا، والراجل كان قال هو طبعا في خطأ واحد بس، انك انت تسرعت انك انت تحجز العين قبل ان تخلو هذه العين لتكون صالحة. فالعيب هنا واقع على صاحب هذه العين اللي هو قال ان انا هبيعها. المفروض كان لما يقول ان انا هبيعها كان يقول كان ما يقبلش منك اي عربون مقدم الا بعد ان تفرغ العين، وبناء على ذلك فإن ما قدمته له من عربون وجب عليه أن يدفعه لك فقط. طيب إذا أنت كنت مشترط شرط جزائي وجب عليه أن يلتزم به. لو قلت اللي يرجع في كلامه ويدفع قد كده ماشي خلاص، يبقى لك هذا الشرط. ما كانش كده خلاص، يبقى لعل الله سبحانه وتعالى يبدلك خيرا ويجنبك هذا الفعل. الأستاذ رجب بن المنيا بيسألني على الدي جي. والله الحقيقة أنا عارف إن جماعة بتوع الدي جي دول جماعة يعني حاجة حلوة قوي، يروحوا جايبين عاملين أفراح دلوقتي عندنا في الريف يخليك لا تعرف لا تنام ولا حاجة. وللأسف دي بتفرق قوي لما يكون واحد بايت في الريف في يوم خميس وصباح الجمعة، وإنه صباح عنده خطبة جمعة الصبح ولا حاجة، وتلاقي بقى الناس بتوع الدي جي حاطين البتاع كده في وش الشباك ولا في وش الباب، وقاعدة لا انت عارف تقعد ولا عارف تاكل ولا عارف تنام، فسامحهم الله. فمش عارف، انا شخصيا متضايق منهم، فمش عايز اقول لك حكم يعني. لكن الدي جي ده فيه ايه؟ في حاجات. اولا عندك مشكلتين. المشكلة الاولى انك انت بتحط فيه اغاني وحاجات يعني ما انزل الله بها من سلطان وهي محرمة شرعا. الحاجة الثانية حتى لو هتحط فيها قرآن فهي صوت عالي يزعج الناس، يزعج المرضى ويزعج غير المرضى، وبيعمل طبعا ضوضاء، وبيعمل طبعا تلوث سمعي عند الناس، وبيتعب أعصابهم وبيتعب كذا. فهذا العمل لا يصح أبدا من المسلم أن يفعله، لا يصح أبدا. أنا مش عايز أقول حرام عشان يعني ما تبقاش أنا بقول حكم كده وخلاص، لكن ده ما ينفع. الأستاذ علاء اللي قال اللي هو حلف بالطلاق لازم يسمي سفيان، لازم تسمي سفيان يا أستاذ علاء. طب لو مثلا لكن ملوش كفارة لأنه هو لسه ما وقعش، لكن لما يبقى تولد وتشوف أنت هتسميه إيه يبقى اتصل بيا وأنا ساعتها هقول لك. طيب أنا هرد على الاس ام اس عشان الناس ما يزعلوش. بتقول زوجي يعمل في ملهى تابع للفندق ويحمل الخمر، فماذا أفعل أنا وأولادي؟ وهل يرث أولادي هذه الأموال وليس عندنا غيرها؟ ايه ورثها ازاي؟ هو مات يعني ولا عايش؟ اولا هذا العمل حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر واكلها وحاملها وبائعها، كلهم ملعونين، وكاتبها وشاهدها كلهم ملعونين، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المال لا شك انه حرام شرعا، لا شبهة في هذا. الكلام ده حرام، ما فيش فيه كلمتين يعني، ما فيش حد يقول لك قولان يعني، فيش واحد هيجي يقول لك ان الكلام ده حلال. إنما إذا هذا المال تحول إلى ميراث فهنا بقى القولين. الأولاني إن إذا تحول هذا إلى ميراث للقصر فهذا المال صار لهم حلال. ليه؟ لأنه ميراث، ثم تحصلوا عليه من الميراث لم يتكسبوهم، إنما تكسبه الذي يعولهم. والقول الثاني والذي أميل إليه ألا ننظر إلى هذا المال الحرام أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أنا رأيي عشان تحافظي على أولادك، إذا كان زوجك توفى، أنا مش عارف يعني توفى ولا لا على حد بكلامك، أنا شايف إن إحنا ما ناخدش المال ده خالص ونستغنى عنه تماما، وربنا سبحانه وتعالى سيعوضك خير. إذا كان جوزك عايش فأنت انصحيه كتير قوي إن يترك هذا العمل فورا، وإنه يعني يذهب إلى عمل آخر. أو عايز يشتغل في نفس الفندق يشتغل، بس ما يشتغلش لا يحمل خمر ولا يقدم خمر ولا يشرب خمر ولا يقعد مع الجماعة اللي بيشربوا خمر، لأن الجماعة دولك يعني حد دماغهم يعني تبقى دايما مش مظبوطة قوي.
بيقول أرجو توصيل سؤالي للشيخ الأهمية. قال لي زوجي تحرمي عليا وتكوني طالق إذا جبتي سيرة أمي بخير أو شر، فماذا لو نسيت؟ فهل هو يمين أو ظهار أو الاثنين معا؟ الاثنين ده بقى قفل عليك الطرق من كل حتة، يعني ما ينفعش تنسي خالص، دي ما فيهاش نسيان. نسيان ايه اللي انت عملتيه؟ هو قال موضوع مطلق فأصبح ظهار وطلاق، ودي قصة جامدة قوي ومشكلة كبيرة جدا. فأنا رأيي إذا أنت نسيتي لا قدر الله هذا وأسأل الله أنك ما تنسيش وكلمتيه، تاخدي جوزك وتروحي لدار الفتوى في الأزهر وتقول لهم حصل كده. إني أرى في المنام أني سؤال بيقول إني أرى في المنام أني أجامع مع أمي، أنا مسلم وبصلي وبصوم. طيب الذي يرى في منامه أنه يجامع محارمه فهو قاطع لرحمه، يبقى أنت كده قاطع لرحمك، فاوصل رحمك. هتلاقي نفسك عامل مشكلة مع أختك، مع أخوك، مع عمك، مع عمتك، مع خالك، مع خالتك، كل دول بالوجوب، فخلي بالك واعمل الكلام ده كله. بيقول لي بتقول أنا أنسة في 30 من عمري، لم يتقدم لي أي عريس حتى الآن، أرجوك اسأل الشيخ أشرف ماذا أفعل. شوفي أنا هقول لك زي ما بقول كل الأخوات الفضليات إن حضرتك تقيم الليل وتسألي الله سبحانه وتعالى ما تريدين. قولي يا رب أنا عايز أتجوز، وما فيهاش حاجة، احنا بنتكلم ربنا وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى، وده أمر وارد. فأنت قيمي الليل على طول باستمرار وادعي ربنا سبحانه وتعالى. بيقول أنا شخص وقعت في معصية بمعاشرة زوجتي كذا، ولدي 4 أولاد وأريد أن أتوب، فماذا أفعل؟ التوبة أخي الكريم ترك هذا الفعل المحرم، وهي يعني هذا نوع من المعاشرة حرمه الله سبحانه وتعالى، فترك هذا الفعل مطلقا ما فيش فيه كلمتين. التوبة هي الترك، الإقلاع، إنك تقلع عن هذا الذنب مباشرة دون أن تفكر. السؤال بيقول يا شيخ أشرف ما خطورة القول بخلق القرآن؟ طبعا دي خطورة شديدة جدا، وهترجعنا بقى لأزمة جامدة جدا 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 جدا، وهتوقعنا بقى مع الجماعة بتوع علم الكلام والفلاسفة والمناطقة اللي هم غرقوا الدنيا كلام، وفي الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم. بتقول أنا سمعت أحد المعلمات التي وصلت للدكتوراه تقول بذلك، وهي من المحاضرات النشطات في مدينتنا، فما الحكم وما العمل؟ العمل إن عايز حد من أهل العلم يناقشها في هذه المسألة. الأستاذ حمدي يقول نختم، وأنا هقول السؤال الأخير، هل الحديث في وجوب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية منسوخ أم لا؟ لا ده مش عارفها، لكن اللي أنا أعرفه إن في 3 أقوال للعلماء في هذه المسألة. قال بعضهم أنك تقرأ مع الإمام الفاتحة فقط، وقال بعضهم أنك لا تقرأ ما دام الإمام يقرأ وأنت يجب عليك أن تسمع، وقال بعضهم أنك إذا صمت الإمام قرأت، وإذا تكلم وإذا قرأ الإمام صمت. وأنا أميل للرأي القائل أنك لو لم تقرأ وإذا كان الإمام يقرأ فلا عليك أن تقرأ، فإذا سكت الإمام وجب عليك أن تقرأ، لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. دول أمرين، أدي حاجة. الحاجة الثانية والحديث في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي فركع، فدخل أبي بكر المسجد وقعد ركع في أول المسجد، وقعد يجري لغاية لما وصل الصف. لما النبي فرغ من الصلاة قال من فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية يقرؤونها يعني مصحفة كده ولا تعد، ولا تعد ولا تعد. يعني معنى الكلام ان انا عايز استشهد منه ان سيدنا ابو بكر ده لما ركع ما قراش الفتحه، قال الله اكبر الله اكبر وركع مع الامام، واحتسبت له ركعه، واحنا لو عملنا كده بتحتسب لنا ركعه، ولم نقرا الفاتحه، فما دمنا قد ادركنا الركعه بهذا الشان خلف الامام، لذلك فان القراءه خلف الامام في الصلاه الجهريه هذه ليست بواجبه. انا اميل لهذا الراي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أنا أشكركم على هذه الاتصالات، وأنا برضو بتلقى اتصالاتكم في الأسبوع القادم والذي من بعده إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يتغير موعد البرنامج. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم والإيمان وأسرار من القرآن.